السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الآن متواجد بالرقة دوار النعيم. هذا دوار النعيم. وما سألتوني شنو قاعد أسوي بالرقة يعني. أنا اسمي محمود موسى طويج، من دير الزور، ساكن بالصور. أنا قدمت جيت أسجل وزارة الداخلية، طبعا بالدير مو بالرقة، بالدير. صفينا والله 3 أيام 4 على وزارة الداخلية. والله عاد قاموا قالوا لنا الا على الرابط. طبعا جا دورنا بعد الدور ال50 وال60، العالم صافة، الناس جاية من الفجر. والله عند ما جا دورنا بعد 3 أيام 4، طبعا مسجلين دور، ونقولون الا على الرابط. قمنا سجلنا بالرابط. هاي طبعا بدك اوراق، ما اوراق كثيرة. قمنا سجلنا بالرابط وجانا الرابط. الرابط طبعا بالرقة، صارت المقابلة بالرقة. قمنا جهزنا اوراقنا جينا على الرقة. انا مقابلتي الساعة 10:30. وهذا اللي يثبت انه باعثيلي رابط. هاي مقابلتي. قمت من قادي جينا، طبعا سألت واحد من ولد عمي جاي قبل بنهار، قلت له شلون الوضع بالرقة؟ قال لي والله ما بأزمة، الوضع زين. قلت له امتى تسكرون؟ خاف انه منلحق من قادي، لان مسافتنا احنا شي 250 كيلو، 230 250 كيلو، يعني ما نلحق نجي. والله قال لي بدك ورقة هاي مشان انك ما انت موظف قديم بالبريد. طبعا جيت الصبح، طبعا ابن عمي سعد قدم اوراق وقالوا له ظلت لك ورقة هاي ناقصة. والله راح الدير، هو بات بالدير، انا بالصور. وجينا من قادي، رحت على الدير انه تبع البريد هذا ما يفتح للساعة 9، واللي يثبت على كلامي واحد يروح يشوف انه ما يفتح للساعة 9. نقول مشينا طلعت انه الورقة بساعة طلعناها، ما صار عليها عرض. وجينا من قادي، ركبنا من قادي بالسرابيس وجينا. وصلت انا الساعة 12 تماما، 12 شوية. والله عاد على الباب والحارس يقول ما عاد نفوت حدا. ليش ولي ابو؟ انا سالت ابن عمي البارح قال لي الدوام ينتهي الساعة 3. ليش الساعة 12؟ قال والله جماعة هذول اللي يسجلون من ادلب يريدون يروحون على هذا. يا ابو انا مقابلت الخميس الساعة 10:30 ودامني لحقت وصلت 12. قال لي والله ما هذا الموجود. قلت له يا اخي عجل ليه انت دوامك انت الساعة 3، ليش تسكر بالساعة 12؟ يعني ما انت ما بالتزام بالدوام خالص. بالدوائر الحكومية مو كل اغلبيته ما بالتزام بنوم. واني هذنا اوراقي كاملة، يعني طلعتها كلها. هاي شهادة، انا عندي شهادة تاسع، هاي من 2012. هاي الشهادة من 2012، مو من 2023 و24. هذا مزورات. هاي من 2012. هاي على دور المخلوق، حتى زوير ما بي. هاي بالنسبة لي يعني معتزم، مالي شغل بيها. هاي مالي شغل. خلاص. هاي الكف يعني شو تفيدني؟ ما تفيدني بكل شيء. او مصدقة هاي ما تفيدني. هاي كبوينها. هذا بيان عائلي يلزمنا. هذا الغير محكوم، قسم بالله 3 أيام واني صار طلعته. قسم بالله هذا 3 أيام. هذا ساد يلزمني. هاي الوثيقة اللي سولفت لكم عنها، هاي التوه، هاي ما تلزمني. شو اللي بيها؟ لاني ما راح اتوظف، بطلت قسم بالله الدراسة، ما راح ادرس، لان ما تفيدنا الدراسة احنا. هاي والوثائق ذنا قسم بالله شهر كامل واحنا طايرين وراها شهر كامل والله العظيم. يعني حاطين ايجارات وما ايجارات شي $100 والله العظيم.
يعني اي لو واحد تسال وتقول ايش قد يكلفنك مع مواصلات وايجارات، اي لانك بدك الصف على الدور لا محكوم عليه، اتحدى واحد يطلع بنفس النهار، اتحداه تحدي. بدك الصف 3 ايام حكما يعني ما في، بدك الصف يعني. وهاي مشان تبرع الدم، هاي زاد مطلوب. ما غلط، وصور كامل يعني وثائق كامله. انا اريد صوتي هذا يصل للرئيس احمد الشرع، اريد صوتي هذا يصل والرئيس وزاره الداخليه يعني لازم يصل. والسلام عليكم.